أهلا بيكم في الحكاية بالبلدي. إزاي أوكرانيا تضرب روسيا في عقر دارها كده؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، روسيا طبعا بتضرب أوكرانيا بقالها فترة، وشدت ضرب على أوكرانيا جامد. إنما اللي حصل إن في جنرال الأمن القومي الأوكراني خطط للعملية. هو بيقول بقالهم 18 شهر، يعني تقريبا سنة ونص، بيجهزوا للعملية ديت. العملية ديّة دخلت عربيات تريلات شحن، دخلت روسيا، وابتدت تُقف قريّبة من المطارات الحيوية في روسيا. العربيات ديّة وصلت حتى لغاية سربيا، وده منطقة ثلجية وفيها طبعًا قاعدة عسكرية روسية. إنما جات القوات الروسية، اللي هي المخابرات منها، طبعًا ما عرفتش إزاي اللي حصل الضرب، أو إزاي أصلًا وصلت التريلات دي قريبة من القواعد العسكرية الروسية. طبعًا تنفيذ العملية جه بعد ما العربيات الشحن ديّة التريلات الكبيرة وقفت قريبة من القواعد العسكرية. جالهم الأمر بالتنفيذ. ابتدت تطلع منها الطائرات المسيّرة. وعلى فكرة الطيارات المسيّرة ديّة سعر الطيارة منها اللي كانت موجودة في ضرب أو في وجود العملية من $800 ل$1000. وده ليه سبب هنذكره دلوقتي. إن القوات الروسية حتى اللي كانت في القواعد ما كانتش حاسة بوجود الطيارات المسيّرة وهي جاية عليهم، وابتدت الطيارات تنفّذ العملية بتاعتها. طبعًا عملية تقريبًا بيقولوا 116 أو 117 طيارة مسيّرة هي اللي نفّذت العملية. العملية طبعًا صعبة عالميًا أصلًا، لإن أمريكا شبّهتها بضرب حرب العالمية التانية لمّا اليابان ضربت لها ميناء هارل هاربد. إنما جات القوات الأوكرانية ال117 مسيّرة نفّذوا العملية، خسّروا طبعًا 41 مقاتلة روسية، طيارات طبعًا مقاتلة. طبعًا خلاف القواعد التانية الجوية والعسكرية. طبعًا ده كان ليه سبب كبير في تدمير قواعد كتيرة للقوات الروسية. قدّرت تقريبًا الخسارة للروس من $7,000,000,000 ل$8,000,000,000، وده رقم كبير جدًا بالنسبة للمسيرات اللي قامت بالعملية. سعر المسيرة بيقول لك تقريبًا من 800 ل$1000، يعني سكة ال116 والّا ال117 تقريبًا، يعني سكة $115,000 يدمّروا للقوات الروسية آآ $7,000,000,000. ده رقم. إنما الروس بعد العملية نفّذوا عمليات في 18 قاعدة عسكرية للقوات الأوكرانية في أوكرانيا، ضربوا العاصمة كييف. طبعًا الحرب مش هتخلص كده، وده اللي إحنا عايزين نشوفه الأيام الجاية ديّة، لإن الأمريكان دخولهم في الحرب كان ليه مغزى. وهُم عايزين الثورات اللي موجودة جوّه الأراضي الأوكرانية، ونفس الحكاية الروس طبعًا عايزين الثروات اللي موجودة جوّه الأرض الأوكرانية. الأيام الجاية هنشوف إيه اللي هيحصل، وطبعًا أي جديد في الموضوع ده إحنا هنتابعه وهنتكلم فيه. وشكرًا على المتابعة، ويا ريت الاشتراك بالقناة عشان نقدر نكمّل معاكم في المواضيع اللي شبه ذلك. شكرًا.